النهاردة هنعمل أحلى وأسهل كيك تفاح بالقرفة. هتجربوها حرفيا، هنعملها في دقيقة واحدة بس. مش هقولكوا في منتهى اللذاذة لأن طعمها عدى مرحلة فوق الخيال اللي أنا بقولها في كل فيديو. هتحسوا بعظمة كده، يعني حاجة بتنزل القلب. قبل ما نبدأ وصفتنا أنا ريهام، لايك وشير للفيديو. معانا تفاحة متقطعة مكعبات، هنحط عليها معلقة صغيرة من القرفة ومعلقة كبيرة من السكر البني، وهنقلبهم كويس مع بعض كده لحد ما التفاح يتغلف بالقرفة والسكر بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. بعدين بقى لخليط الكيك معانا معلقتين من الزبدة او السمنة، هنحط عليهم معلقتين كبار من السكر البني و6 معالق من السكر من الدقيق الابيض اسفة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهننزل بالمية او الحليب بالتدريج لحد ما نوصل لقوام الكيك اللي احنا عايزينه، لا هو خفيف قوي ولا تقيل قوي. انا قررت يعني انا ماشية في سلسلة وصفات الميكروويف دي، ان احنا نعمل بدل الكيكات الكبيرة نقدر نعمل كيكات صغيرة سهلة وبسيطة وما تاخدش مننا وقت او مجهود وتخلص في دقايق. هننزل بقى عليها بمكعبات التفاح اللي غلفناها بالقرفة والسكر ونقلبها كويس في الكيك. الريحة بقى يعني ما اقولكوش، قبل ما يدخل الميكروويف وبعد ما طلعت من الميكروويف ريحة القرفة مع التفاح، يعني احنا عارفين طبعا ان القرفة والتفاح مخلوقين لبعض. بس هندخلها الميكروويف على دقيقة، كل بولة على دقيقة في الميكروويف بس. هتطلع بقى بالجمال والحلاوة دي اللي انتوا شايفينها. ونقدر برضو ندخلها الفرن، هندخل البولتين مع بعض من 5 ل8 دقايق. ده اللي اتبقى عمل البولة التالتة دي، يعني الكمية دي تكفي 3 أفراد. هنحط على الوش بقى دي كريمة أنا ضربتها وكنت حطاها في التلاجة. وتقدروا برضو تحطوا آيس كريم، هتبقى حلو قوي برضو جدا. وكمان هنحط عليها صوص الكراميل البيتي، حاجة كده بقى يعني مش قادر أقولكم. طعم القرفة مع التفاح مع الكراميل هتحسوا كده بسعادة، يعني أنا بجد حسيت إن الكيكة نزلت في قلبي مش في معدتي. والكيك بصوا من جوه مش معجنة ولا أي حاجة، مستوية ومظبوطة جدا جدا، والطعم بتاعها بيرفكت جدا جدا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. واللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام، ويلا سلام.